وعلى قاعدة التسامح الشامل والمتبادل الذي لا يستثني بلدا ولا شعبا. هذا ينطبق على التفاهم الذي تم مؤخرا بين المملكة العربية السعودية وجمهورية إيران الإسلامية لتنهي الصدام وحتى يسود الوئام على قاعدة الالتزامات المتقابلة، وأن لا شيء في السياسة يعرف المجانية أو يتم على أساس التبرع. وهنا يأتي الشأن الإسرائيلي الفلسطيني. إن استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي في غيها في عدوانياتها ضد القدس والمسجد الأقصى، ضد الأرض وسلامتها، ضد الشعب الفلسطيني وحصاره والتضييق عليه والاستيلاء على ممتلكاته ومنعه من ممارسة حق تقرير المصير. هذا كله لا يمكن في رأيي أن يشمله تسامح. وكما قال شاعركم البحارنة مع بعض التصرف: سئمنا من الأفعال تحرق قدسنا، ففي القدس محتل وفي القدس حاقد. نعم، لا يقوم التسامح مع مثل هذا الإمعان في خرق حقوق الناس، حقوق الإنسان، حقوق البشر الذي توافقت عليه الحضارات والصياغات القديمة والحديثة ومبادئ الأديان السماوية بل والأرضية.